السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد في يوميات وفاء ودين. هنعمل ايه النهارده يا جماعة؟ هنعمل عدس بشعرية. ده غدانا النهارده ان شاء الله. هنعمل طبق عدس بشعرية جامد جدا اهو زي ما انتوا شايفين. جنبي جبنة جرجير، فجل، بصل اخضر اهو، البصل الاخضر اهو، الجرجير اهوت، وده فجل. ايه ده؟ ده الفجل، ده الجرجير اهو، وده فجل اهو، وده فجل وجزر وشعرية وعدس. واهم حاجة عندي دينا بصراحة البتنجان. ده اساسي عندي دينا بصراحة جنب اي اكل. هي يعني البتنجان انا اهم حاجة عندي بصراحة بحب الفلفل ده قوي، بالذات لما بيكون حراق المقلي اهو. فدينا تسألني مين؟ بصي ماما ما تنسيش اهم حاجة الفلفل والبتنجان، بس ما تسألش على اي حاجة، اهم حاجة عندها الحاجتين دول، الفلفل والبتنجان اهو زي ما انتوا شايفين. طيب اكلة حلوة في الشتاء، جميلة جدا، ويا سلام لو الجو نطر بقى تبقى تحفة. اهو ده الغدا بتاع النهاردة اهو، عدس اصفر، وهنعمل بقى بشعرية، نحط بقى عليه توم وقوطة وبصل، ولو عايزة تحطي بطاطساية تقشري بطاطساية تحطي، وما تنسيش التوم. بصي كل الحاجة اللي عندك، ولو عندك شوية شوربة ممكن تسلقي بيها برضو بيبقى جميل جدا العدس. يعني بصوا مش يعني حطي فيه كل اللي انت عايزاه بصراحة. دينا هتقوم دلوقتي، واهم حاجة ليك جزر. هي دينا اللي بصراحة دلوقتي هتقوم كده على المطبخ على طول وهتظبط لنا الأكلة دي النهاردة اهو. أهم حاجة الجزر، ودلوقتي الجزر رخيص، يعني نحاول كده نجيب شوية ننضفهم ونقطعهم كده نشيلهم، يبقى موجود عندك في الفريزر بتحتاجيه على طول، بيجي وقت عليه مش موجود. فدلوقتي اللي عايز الجزر يا جماعة موجود في السوق حلو. او لو هتشيلي بقى تجيبي الجزرية الكبيرة، ما تجيبيش الرفيعة، تقشريه كده وتقطعيه وهتشيلي اهو. زي ما انا ايه حبيت اوريكم الحاجة، وجبت لهم فجل وجبت جرجير معايا اهوت، والبصل الاخضر ده اساسي برضو دينا بتحبه جدا اهو. مش كله هنا بيحب، اصل مش كل اللي في البيت بيحب كل الحاجة، لا. يعني ممكن حد ياكل جرجير، حد ياكل بصل، حد ياكل البتنجان. طبعا ده اساسي، الكل عارف اهم حاجة البتنجان جنب الاكلة، جنب اي اكل بصراحة تلاقينا عاملين البتنجان ده والفلفل اهو. فانا بقولك بقى شوفي انت بتحطي ايه على العدس، حطي كل ما تتخيليه على العدس وانت بتسلقيه، توم، قوطة، بطاطس، جزر. هتقشري كام فصين توم كده وتحطيهم، اللي انت عايزة تحطيه هتحطيه. والشعرية دي اساسي مع البصل برضو. انا بقى مش هصور بقى وانا بعمل، كلكم ما شاء الله بتعملوا العدس بطرق جميلة جدا بتعجبني بصراحة. اصدقاء كتير بتعمل العدس بطريقة حلوة، بتفرج عليهم وبيعجبني، وبالذات اليومين دول بقى ساعة ابتدى يعني الشتاء دخل علينا متأخر، خلوا بالكم. يعني نقول برضو حلو، يا ريت يتنيه على كده. حبيت بس النهاردة اوريكم هنتغدى ايه النهاردة اهو. احترنا في الغدا، واكيد انتوا زيي برضو احترتوا في الغدا، مش عارفين تعملوا تتغدوا ايه. ايه رأيكم بقى؟ اكلة حلوة والله، اكلة حلوة. انا بحب العدس ابو شعرية بصراحة، بحب اكله بالمعلقة. دينا بقى بصراحة بتحمص عيش، هي بتحبه، هي دينا كده تحمص له عيش في الفرن، وتحبوا تاكلوا بالعيش المحمص. ممكن تعملوا تسقية برضو هو بشعرية، برضو بتعملوا كده ما بيبقاش شوربة، بس هي بتحب تحمص العيش للعدس.
محتار بقى زينا يعمل ايه؟ اللي محتار زينا يعمل زينا برضو اهو. اللي محتار ايه زينا، اللي محتار زينا يعمل عدس زينا براحتك. اللي انت عايزة تعمليه اعملي. انا حبيت النهاردة اوريكي الغدا بتاعي النهاردة هيبقى ايه. بنسهل على بعض. ساعات بشوف الحاجة انت عاملاها بصراحة اقول برضو اعمل اهو. بسهل بصراحة، بنسهل على بعض خلي بالكم. يعني ساعات ابص على الفيديوهات الصبح كده اشوف انت عاملة ايه ودي عاملة ايه ودي عاملة ايه، طب اقول طب انا هعمل النهاردة. ما هي برضو بيبقى حيرة يا جماعة والله في الاكل اهو، حيرة في الاكل. ساعات تعملوا حاجات بتعجبني قوي 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 واقول لدينا يلا نعمل اهو. في غدا اهو معمول جاهز، يلا نعمل زي ما دينا اهو. بس إيه، ده فيديو اهوت يا جماعة. هسيب دينا النهاردة في المطبخ مع الخضرة بقى، هي بتظبط مع البتنجان والفلفل. ده اساسي بقى عند دينا العدس اهو. اهو هقول لكم ايه بقى. يا رب ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. ما حبيتش بقى اعلق على عدس قدامكم، بحط زي ما بقول لكم، بحط قوطه، بحط بطاطس، بحط توم، تقطعي بصلايه، تقطعي بطاطسايه، حاجات كتير قوي تحطيها تطعمي بيها العدس وانت بتسلقيه، بيبقى طعمه جميل جدا اهو. فمش لازم بقى اصور كل الحاجات دي، انا حبيت بس اوريكم احنا هنتغدى ايه النهارده. عدس بشعريه اهو. غدانا النهارده عدس بشعريه اهو. اقول لكم ايه، اتفضلوا معانا اهو. غدانا النهارده يا جماعه عدس بشعريه. اقول لكم ايه، اتفضلوا معانا. يلا مستنيه، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد في يوميات وفاء ودينا.